السلام عليكم يا شباب. النهارده هنتعلم ازاي نعمل الريتاتش الاحترافي للصوره بتاعتنا وهنحولها من كده لكده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس يوصل لك كل جديد. ويلا بينا يا جدعان نخش على الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم يا جدعان، ادي ايه دي الصوره بتاعتنا. هنشتغل على الصوره بتاعت ابو فله دي. صوره قديمه وخربانه شويتين ثلاثه. بص الحبوب. فانت كل الريتاتش انت بقى تشيل بيه كل الحبوب دي وتشيل كل حاجه. هنستخدم بقى الذكاء الاصطناعي عشان نقدر نشيل المايك ونشيل كل الحاجات دي. يلا بينا ناخد الصوره بتاعتنا. الصوره جايه بمقاس 3840 في 2160، يعني ضارب ال 1920 في 1080 ضربها في 2. ممكن دلوقتي عشان تعرف تحدد التحديد بتاعك يبقى كويس ان انت تقوم عامل هنا لاير تاني. لاير بقى اخضر احمر اي لون، يعني انت ممكن تخليه رمادي كده بس مش هيبقى يبان عشان صورته غامقه. ممكن نخلينا في الوان فاتحه كده، تبدا تركز وتشوف الحاجات اللي ناقصه. بس انت ممكن تعمل حركه حلوه هنا، لان هنا الصوره اصلا انت عايز تشيل المايك ده، انت مش محتاج المايك ده. فانت ممكن ترجع قبل ما انت حددت خالص قبل ما التحديد خالص، خلي بس ده اللاير ده تحت، وتيجي هنا تستخدم الاداه دي وتحدد على المايك اللي موجود ده كده عشان نشيله من الصوره بتاعتنا. بعد كده عندنا شال المايك اللي كان محطوط ده، مايك كبير قوي. المهم نعمل حاجه اسمها سيلكت سبجكت. طبعا يا جدعان احنا بعد ما حددنا الصوره بتاعتنا نقدر دلوقتي نعمل الماسك بتاعنا. فاكر انت اللاير بتاعك اللي انت عملته اللي هو اللي فيه الاخضر بتاعك، فانت ممكن تحطه دلوقتي تحت الطبقه اللي انت قصيتها. فانت بقى عندك كده تقدر تعمل كده بفور افتر. شوف انت قصيت ايه صح وايه غلط. فتعال ندقق كده، هل انت قصيت حاجه غلط او قصيت حاجه صح، او الدنيا بتاعتك عامله ازاي. فانت بص، طوروا جدا القص في النسخه اللي في 2025. طوروا جدا القص. انت ممكن يبقى عندك هنا شويه ايه سهوات صغيره. انت دلوقتي كده الصوره بتاعتك في الروقان منه، تمام، في الروقان منه. انت ما عندكش حاجه هنا، يعني مثلا بص الحاجات دي انت بص تشوفها كده. طبعا لازم تحاول تسترايز لير، فانت تدوس عليها عشان تشيل الحبوب اللي موجوده في وشه دي. فنبدا ايه نشيلهم حبه حبه. ادي حبوب 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 حبوب. كبر شويه البرش وحبوب حبوب حبوب حبوب. تمام، ده السكين تون اللي احنا هنطلع بيه يعني ان شاء الله، يعني نفس الدرجه دي. طبعا دي صوره تانية، نفس السكين تون ده اللي هنطلع بيه ان شاء الله. تمام، نحاول نوصل لنفس السكين تون ده. ليه سكين تون معين هو معروف بيه، فانت لازم ما تطلعش عنه، او هو بيحب السكين تون ده فانت لازم تفضل فيه، او الجمهور بتاعه عارف السكين تون ده فانت ما ينفعش تغيره. فانت بتحاول ان انت دايما بتشتغل معاه تحاول توصل للسكين تون بتاعه ده، ما تغيروش. تمام، فانت دلوقتي كده احنا قاعدين بنمسح نمسح نمسح نمسح. تمام، في برضه حبوب، شويه حبوب، حاجات بسيطه. في حاجات بسيطه تطلع لما تستخدم مثلا اللي هو ناتشورال فلتر. في حاجات انت ممكن تعملها انت بعد كده يدوي بايدك، هوريك ازاي نقدر نعملها يدوي. يعني هو في طريقتين للتنعيم دي، في طريقه بالذكاء الاصطناعي سهله من جوه البرنامج، في طريقه من بره البرنامج. طبعا ايه في الجزئيه دي محتاجه تتمسح، فانت ممكن ترجع للبرش بتاعتك الهيرنج الهارد برش وتمسح بيها الجزء الزياده دي لو زودها لما عملنا علشان ايه نروق الكلام كده. ماشي، يعني انا شايف ان الصوره دلوقتي تمام جدا 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 جدا. ممكن تبص تعمل زوينج بالزد وتزوم كده، بس انا بنسى صراحه ان انا اعملها فمش متعود يعني. ده طبعا ده تلوين، ده حاجه خرا خالص فكك منه. المهم دي الصوره بتاعتنا كده بعد ما احنا عملنا السبوت هيلينج برش. خليها كونفرت سمارت اوبجكت. تعال نشوف الناتشرال فلتر دي ممكن تعملها لنا ازاي. بدا يتطور جامد جدا وبقوا بينزلوا تحديثات للموضوع ده، فانت لازم تركز على الحوار ده. بص هو دلوقتي نعم، بس في ممكن تحس ان في تفاصيل انت محتاجها هو شالها، فعادي انت ممكن تبقى ترجع لها تاني. بس خلينا دلوقتي ايه نشوف ممكن يعمل لنا ايه. فممكن نكرر كده كده. بص هو دلوقتي التنعيم رايق، بس في حاجات ايه مثلا عرق هنا مش عارف الشفه اللي مش عارف ايه الحته اللي هنا. فاحنا هناخد البتاع ده كده. هو دلوقتي نعم لنا كويس قوي. ممكن نكرر بقى اللاير ده تاني. تمام، قررنا اللاير ده تاني بعد ما عملنا عليه ناتشرال فلتر. ممكن نكرره لتحت. تمام، وهنشيل الافكت من تحت. تمام، هنشيل الافكت من تحت. ليه بقى؟ علشان نمسح من فوق، نعمل ماسك فوق ونمسح الاماكن اللي احنا مش عايزين فيها الفلتر يبقى موجود. اماكن هي اصلا تفاصيل في الوش، زي ما انا دلوقتي في ريم لايت هنا، فانا في هنا دي بارزه عن دي ومش عارف الخد هنا عامل ايه. فده نفس الكلام اللي انت ممكن تطبقه دلوقتي علشان يبان يعني قبل ما تعمل ريتاتش، علشان لما تعمل ريتاتش يبقى الحاجه بارزه اصلا. بص هنمسح مثلا الجزئيه بتاعت الخد دي، الجزئيه اللي هنا دي كنت تقفل وتفتح كل شويه اللاير عشان تشوف انت بتعمل ايه. الجزئيه اللي هنا دي كده، اللي هنا دي كده، اللي هنا دي كده، اللي هنا دي كده 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 كده. فانت دلوقتي كده عندك هذه هي بشرة ابو فلة حتى الان. وتعال نكرر منه لاير تاني ونعمل له كليبنج ماسك. دايس على الالت ما بين الاثنين فانت عندك كليبنج ماسك. فتعال نخش على كونفرت سمارت تو اوبجكتس. نخش جوه الكاميرا. بص بقى الصوره بتاعتك يا باشا
خلينا نفعل البيفور افتر. هي دي من تحت كده البيفور افتر. ليه بقى البيفور افتر دي؟ هي دي اللي هتخليك توصل للسكين تون اللي انت محتاج توصل له من مجرد كاميرا الرو فلتر. فانت مجرد كاميرا الرو فلتر تحاول توصل للسكين تون بتاعك. اول حاجه احنا عندنا هنا ازرق، انا مش عايزه، يعني الازرق ده انا مش عايزه. فتعالى، طبعا هو اصلا عينيه جسمه كله كل ده ما فيهوش ازرق، فهنشيلنا الازرق اللي احنا مش عايزينه في الصوره. دي اول حاجه احنا عملناها. ممكن نطلع هنا بقى دلوقتي. بص هتلاقي ان الحته اللي هنا دي غامقه، فتعالى نفتحها شويه. كده احنا فتحنا الصوره. السكين تون اللي انا كنت وريته لك هو مايل ناحيه السكين تون اصفر شويه مش محمر، فهو هنا محمر، انت محتاجه يبقى مصفر. ممكن نزق زقه من هنا، انت عملته من هنا هو كده جامد جدا، بس هو مش طبعا مش ادق حاجه، لكن كويس جدا يعني تقدر تعتمد عليه. يعني ممكن دلوقتي نبدا نزود التكتشر، نزود كلاريتي. هتلاقي الكلاريتي ايه الموضوع إيه اكشن شويه، هي بتزود تفاصيل كده في حاجات تخلي الموضوع اكشن شويه، فانت ممكن تقللها. او وانت بتزود الكلاريتي تحاول ترفع حاجه اسمها البلاكس، تشيل الغمقان اللي هي بتعمله، عشان هي الكلاريتي لما ترفعها بتعمل غمقان كده. فانت وانت بترفع الكلاريتي ومحتاج تفاصيلها ممكن ترفع من البلاك شويه. ليه بقى؟ عشان تشيل الغمقان اللي هي عملته، فتبقى انت متحكم في كل حاجه. وبعد ما انت عملت الجزئيه دي تمام، احنا ممكن دلوقتي نقلل الهايلايت شويه علشان لما نيجي نعمل ريتاتش الموضوع يبان. فبص بقى كده، زودنا الاصفر ده شويه، ممكن نزود سن تحمريكه من تحت بس كده. انت عندك كده ابو فل، بس هو اصلا كان بصة اللي هو خوف يعني وكده. فانت يعني هي نفس الكلام، انت ماشي على النظام بتاع عينه. بص ما نحاولش نخلي الموضوع فيك قوي على قد ما نخليه قريب للشخص، لانطباع الشخص لما يبقى في الموضوع ده وضعيه معينه، هو بيحاول يطلع رياكشن معين، فانت تحاول تحاكي الرياكشن ده. بتأفور فيه احيانا لكن مش بالشكل الكبير. تمام، فانت دلوقتي كده الموضوع ده ممكن دلوقتي نفتح البشره الغامقه دي شويه من هنا كده، اداه الاورانجز دي اللي هو عندك ادوات اللي هي كلر ميكسر ممكن تطلع اللون ده شويه كده. بص فكده انا شايف انه جامد قوي، حتى هو معلم لك اماكن الروتاتش يعتبر. فتعالى كده، انت دلوقتي كده الصوره بتاعتك جاهزه. انت ممكن دلوقتي تقوم ايه، ننضف بس التيشيرت ده. طبعا التيشيرت ده ممكن تنضف بكذا طريقه. تعالى اول طريقه معانا، ممكن تكرر لير قبل ما تغمق لونه. ممكن تقوم جايب اداه اللي اسمها ميكسر براش تول، تجيبها خش بقى يا احمد واثبت بقى يا احمد، انا ما عملتش ازاي؟ ما خبطت اما بدل ما اخش على طول. طب اقعد اثبت بقى مكانك. انا اتحركت ازاي يعني؟ ابدا بقى اكمل. وعشان تعمل تنعيم للتيشيرت هتستخدم اداه الميكسلر. جننتني يا عم بقى. وعشان تنعم التيشيرت هتستخدم اداه الميكسر براش تول. طبعا لازم تبقى ستراز لير، فانت تدوس اوكي هنا عشان تخلي ستراز لير. طبعا انت مش هتنعم بالشكل الكبير عشان ما تضيعش تفاصيل برضه التيشيرت، هتلعب في الاماكن اللي ما بين كل ثانيه والثانيه. تمام، طبعا قلل الفلو شويه وقلل الويت دي شويه، وخلي هنا دي مش على الاسود، خليها على الفاضي عشان ما يعملش لون اسود ولا يعمل اي حاجه. بس كده هتلاقيه بينعم معاك، بس بينعم بشكل كبير برضه. فانت قلل شويه الميكس وقلل شويه الفلو، وشوف انت ممكن تطلع بنتيجه عامله ازاي. يعني ابدا غير في الحاجات دي لحد ما تشوف النتيجه اللي ممكن تطلع معاك، بس حاول ما تخليش الموضوع فيك. ممكن نزود الفلو شويه كده كده اهوت، او خلي الموضوع فيك عادي حسب برضه انت شغال على ايه. قلل الفلو شويه، قلل الويت شويه. بص بيبقى في هنا بكسلات طالعه خربانه خالص، فانت بتحاول ان انت تعمل ده كده. طبعا انت لسه هتدهن التيشيرت اسود يعني، بس دي خطوه زياده، ان انت اداه الميكسر دي انت بتشيل بيها الحدود اول حاجه المروشه.
كده. الموضوع ده بياخد معاك وقت، فانت دلوقتي حاول ان انت تغمق بس لون التيشيرت. اعمل ساتوريشن، اعمل افكت كده تحت، وانزل بالساتوريشن وانزل باللايتس دي شويه، مش قوي برضه. ممكن تبدا دلوقتي تعمل الماسك وتعمل كنترول اي، تجيب البرش بتاعتك تخلي البرش العاديه، برش الطول العاديه، وخليها على 100% هنا، وخليها هنا اوبست 100%، فلو 100%، وتبدا تلون على الاماكن بتاعتك. حاول بس تخلي نفسك دقيق علشان ما تغلطش غلطه بتوع ناس كتير قوي في حته ان هو بيلون على الحاجه. هي الريتاتش نفسه. فتعالى الريتاتش نفسه ده نعمله ازاي؟ نعمله في كذا طريقه ان انت تعمل تيشيرت وتعمل الشخص نفسه، لكن خلينا نختار لون الخلفيه. مثلا لو قلنا لون الخلفيه مثلا ازرق كده، ازرق كده بس درجه غامقه، تمام، علشان برضه ايه احنا بنعمل ايه. وجينا مثلا على الخلفيه برضه جبنا نفس الطبقه الغامقه دي بس فتحنا مثلا شويه وعملنا لها هنا كده ماسك، وجبنا البرش، كبرنا البرش، قللنا الشفافيه بتاعتها، وجينا هنا كده مزودين الاوبستي وقللين الفلو شويه، وجينا ضربنا هنا كده ايه شويه اضاءه، يعني بس انت عشان تشوف، عشان كنت هتجيب الايه اكسبوجر، تعلي الاضاءه للاخر كده، وتقوم جاي ضارب هنا كده السكين تون بتاع التصميم بتاعك كله، فاهم؟ بتاع المفروض الريتاتش ده اخر خطوه في اي تصميم انت بتبقى شغال عليه. لكن خلينا دلوقتي نعمل الريتاتش. فانت ممكن تعمله بالاكسبوجر عادي. الشخص هنعمله ب2 كيرفز، فانت ممكن تعمل 2 كيرفز، واحده فاتحه شويه لحد ما تلاقيها مثلا في السكه دي لها ماسك كنترول اي، وواحده هتتكرر اللير تاني، واحده هتكون غامقه على نفس المستوى بتاع الخط كده بس. فانت كده عندك 2 كيرفز و2 اكسبوجر. خلي الاكسبوجر دلوقتي تقدر تعمل بيها الهدوم. كل اللي عليك في الهدوم انت تشوف مصدر طبعا الاضاءه فين، بس طبعا لو هي مصدر الاضاءه هو اضاءه مباشره او ان انت عايز تظهر بس الوش، فانت بتركز على ان انت تغمق الاجزاء التانيات. يعني مثلا تيجي عند ما بين تانيه والتانيه تقوم ايه مغمق فيه. خلي الاوبست على 100% وخلي الفلو على 1، وابدا زوده كل ما تحب تزوده، كل ما تحس ان انت عايز تزوده. لو حسيت انه تقيل شويه الفلو ده مثلا ايه، بص لمع كده وامسح، تقلل شويه الاوبستي، تعمل كده شويه وامسح، هكذا. يعني انت وذوقك، انت وراحتك. لكن الموضوع مثلا بياخد منك وقت كتير لان انت هتحاول تظبط بقى الاضاءه اللي جايه وتدخلها بقى وتحاول تظبطها، فالموضوع هياخد منك وقت. فالافضل ان انت وانت شغال على الصوره بتاعتك. خلينا بقى نعمل الريتاتش بتاع الشخص نفسه، وبعد كده الفيديو اللي جاي نعمل الريتاتش اللي على الهدوم بالتفصيل. ماشي، خلينا بقى وانت شغال على الشخص نفسه تخلي الفلو اللي بس 100% والفلو 1%. ده المفروض اللير الغامق، فخلينا نشتغل بيه دلوقتي وهنشوف ممكن نطلع بيه. بص كده غامق قوي، فانت ممكن تقلل بس شويه، نجرب تاني غامق برضه، قلل القسط تاني، فده كويس. ده ممكن تبدا تشتغل بده. بص تشتغل على الحدود بتاعت الوش، قلل برضه القسط تاني، تشتغل على الحدود بتاعت الوش عشان نعرف نبرز الريتاتش بتاعته. طبعا انت ممكن تعمل الحته دي اللي هي مروشه دي بنفس الطريقه اللي انت عملت بيها تنعيم الهدوم، تمام، عشان برضه ايه نوفر في الوقت. انا قلت لك الاكسسوار تبقى في الغالب يعني كل ليش الستايلات القديمه بتاعت 2018 يعني كل الجسم ناعم، كل حاجه ناعمه، والريتاتش طبعا ايه بيبرق كده، تمام. احنا يعتبر كده غمقنا. ممكن تمسك الاداه دي فرش تاني وتعمل الاكسبوجر التانيه اللايت بقى النور بتاعنا. بص حاول تمشي بالراحه وحاول تحرك دايما ايدك في كذا اتجاه، يعني في نفس الوقت كانك
بتخرج حاجه او بتشخبط او كده. تحرك ايدك بنفس الطريقه دي، ما تخليهاش كده تفضل تعمل بقى كده، لا خلي ايدك ايه كانك بتخرج كده. ممكن تزود الفلوس سنه مش قوي كده، 3 مثلا كده اهو مثلا. كده اهوت كده اهوت كده اهوت. حسيت ان ده مثلا كتير ممكن تيجي تقلل، لكن لو عايز تقلل مثلا عن الجزئيه دي كلها فانت ممكن تبقى عامل حركه حلوه، تقلل الفلو مثلا على 1 أو 2%، تمام، الاوبستي، وتبدا تمسح كده تلف عليهم كده، كده انت بتقللهم من كلهم بس على الجزئيه دي بس، بدل ما تقلل طبعا اللير كله وتخسر حاجات كتير، تمام. فنقول دلوقتي كده ماشي. الابيض اهو حته فيه هنا لمعه، طبعا ايه عند الباب هنا في لمعه، وتعالى نشتغل على الجزئيه دي كده. فممكن نزود بس شويه عشان الجزئيه فيها لمعه حلوه بس كده. تعالى كده ممكن نمسح من تحت، نمسح شويه من فوق، حاول تخلي الدنيا كلها سايحه في بعضها علشان ما يبقاش في حته منوره قوي وحته ايه مظلمه قوي وبتاع، هما الاتنين في نفس اتجاه الاضاءه. بص دلوقتي كده احنا ما غيرناش حاجه، هو كان فعليا دي ضربه في الاضاءه دي ضربه في وشه، فهي عامله نفس الشكل، انت ما غيرتش حاجه. ممكن يبقى احنا زودنا تحت شويه، فانت ممكن تشيل من تحت شويه عشان نبقى احنا محاكيين الاضاءه الحقيقيه اللي هو بيعملها او اللي هي عنده اصلا. ماشي. ممكن تقلل تاني اوبستي وتبدا ايه تشتغل على من فوق كده 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 اهوت كده اهوت. فبص انت طلعت عامل ازاي، يعني حاجه رهيبه. طبعا احنا قربنا للسكين تون، او كده لك الصوره اهي، احنا دلوقتي قربنا جدا للسكين تون اللي احنا هنا. طبعا احنا هنا مغمقين اكتر اشتغلنا كاميرا وفلتر في الاخر، فانت هتشوف كاميرا وفلتر في الاخر ممكن تطلع فرق عامل ازاي. فبس يعني احنا يعتبر اقتربنا من النهايه يعني. ممكن نلون بس هنا الريتاتش. طبعا في كذا طريقه للريتاتش يا جدعان عشان بس محدش يستغرب، ودي من اسهل الطرق بتاعت الريتاتش، هي الطريقه اللي انا بقولها لك دلوقتي، من اسهل وافضلهم. بس افضلهم دي بتحتاج وقت، يعني انت تقعد تشتغل بنفس الطريقه اللي انا بعملها دي، بس تاخد بقى وقتك، يعني مثلا ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه تعمل ريتاتش لشخصيه واحده، تمام. فالافضل دايما ان انت تاخد فيها وقتك، علشان طبعا ايه، طبعا النتائج اللي قدامك دي كويسه، لكن في نتائج احسن من كده بكتير انت ممكن تطلع بيها لو انت خدت وقتك على الريتاتش بالذات. لان الريتاتش طبعا هو اهم حاجه في الصوره المصوره او الصمنين اللي انت تبقى شغال عليها، لان الريتاتش او الشخصيه الرئيسيه تبقى بارزه، تمام، عشان هو الرئيسيه يعني الشخصيه الرئيسيه اللي فيها التركيز كله. ممكن تيجي ندي لمعه للعين، ايه ضارب مثلا خط لافف كده وتقوم قطمه من النص، تمام كده، يبقى عامل زي حاجه كانه هلال كده، هلال بس مقلوب، تمام. نفس الكلام هنا، تقوم عامل ايه دايره كده وتقوم قطمه من النص كده برضه نفس الكلام. بص هي هتعمل ازاي، هي دي خضه كده، تمام. انت ممكن بقى تقوم عامل حركه بقى ايه لذيذه كده، تقوم عامل مثلا اوبستي ريستوريشن، تقلل بتاع تغمق شويه، تيجي تقوم عامل ايه مثلا، تقوم شايف اللون ده مثلا مش افضل حاجه، فتقوم مزود بقى البرش للاخر وتجيبها على الابيض وتقوم عامل كده، فاهم يعني. الحركات دي طبعا ايه، دي حاجات بسيطه انت تقدر بقى تفضل تعملها، بس طبعا الموضوع هياخد وقت، لو انت كل حاجه هتفضل تلونها كده الموضوع هياخد وقت، فانا طبعا مش هقوله لك، مش هشرحه في الفيديو، بس طبعا انت المفروض تغمق بقى كده ايه حاجات زي كده، تمام. ده طبعا في الصمنين بتاعتك وانت شغال اعمل حاجات زي كده علشان الصمنين بتاعتك تبقى جامده قوي، تمام. ان كل حاجه ما فيهاش بقى الالوان الكتير اللي بتبقى موجوده دي. فانا هنعتبر ان ده الشكل النهائي، طبعا احنا قلنا الغياب ده اعتبرنا ان ده الشكل النهائي. طبعا هو لسه في حاجه اسمها انعكاس الاضاءه اللي ورا، ده قصه محتاجه تظبيط لوحدها. فاحنا شرحنا الريتاتش الفعلي الموجود على الشخص بس، الريتاتش الفعلي الموجود على الشخص بس. حتى ريتاتش الهدوم انا قلت لك انت ممكن نعمله فيديو تاني، ان هو بيفرق احيانا بين انعكاسات الاضاءه ولو في دم بقى ولو في مش عارف ايه. فاحنا دلوقتي ممكن نخش على الكاميرا فلتر، نعمل لير جديد، ندوس كنترول شيفت الت اي عشان نخش على الكاميرا فلتر، نغير ونبرزها زي الصوره اللي انت شفتها اللي انا كنت عاملها قبل كده.
فتعالى كده خلينا بفور افتر برضو ونشوف احنا ممكن نعمل ايه. ممكن نرفع الشادوز شويه كده، تلاقي الدنيا غمقت معاك، ممكن تزود ترفع البلاكس شويه، هتلاقي الموضوع ايه بقى اوفر قوي معاك كده. طبعا هو كده اوفر ريتد شويه يعني، بس هو لذيذ يعني. انت ممكن تقلل برضو التكتشر شويه، الكلاريتي دي شويه، وخلينا نزود الاصفريكه، فاهم؟ فانت عندك مثلا افكت ده كده اظن كده رهيبه جدا، تقدر تعتمد عليها كليا. انت ممكن برضو تغمق من هنا، بس انت عندك اداه الالوان دي ممكن تبدا تغير فيها كتير جدا عشان تطلع السكين تون يعجبك. لكن انا شايف ان السكين تون ده كويس جدا، تقدر تعتمد عليه. وممكن من هنا كده طبعا انت عندك الوان هنا مثلا غريبه، بنفسجي مثلا ازرق بتاع، ممكن تشيلهم من هنا لو انت عايز تشيل. طبعا مش هتعرف تشيلهم كلهم عشان عندك الخلفيه طبعا لونها ازرق، فبس كده انت وقفت عند الخطوه دي. بعد كده ممكن بقى تلون انت الحاجات اللي قلت لك عليها دي، تغمق بقى براحتك. لكن ده كان الريتاتش الفعلي اللي انت محتاج تعرفه. خطوه اخيره في الاخر خالص، انت ممكن تعمل عامل تقيس على فلتر، تقيس حاجه نويز، اد نويز. انا بحب اخليها على 2 أو 3 اخري بس كده. اد نويز دي بتديك نويز كده اللي انت بتشوفها، اللي انت لما بتزوم كده بتشوف النويز دي. اتمنى انت تتفرج على الفيديو ده في الاتش دي او حاجه عشان تشوف النويز اللي انا بقول لك عليها. يعني النويز دي بتبان لما الصوره بتصغر، يعني لما الصوره تبقى كده النويز دي مبينه فعلا، لا ده ابو فله، انا شايفهم من بعيد كده لا ابو فله باين حتى لو الصوره صغرت جدا كده. تمام؟ فالنويز هي المسؤول عن كده. وحاجه اسمها جين برضه موجوده، وعندك حاجه اسمها هاي باس، تقدر برضه تستخدم اي افكت من دول. تمام؟ فكده احنا وصلنا لنهايه هذا المقطع. لا تنسى دعمنا بلايك وسبسكرايب. ما تنساش ان احنا عاملين بوت كام كامله عليها خصم 65% دلوقتي لو انت اشتركت فيها. بيعلمك ازاي تصمم صور مصغره من الصفر للاحتراف بدايه خالص، وازاي تجيب عملاء، وازاي تشتغل، وازاي تعرف تتعامل مع اليوتيوبر دول، تعرض عليهم شغلك وتكلمهم وتناقش معاهم وتفكر معاهم. حاجات كتير جدا تقدر تتعلم في البوت كام دي. فالحق الخصم دلوقتي باللينك تحت الفيديو. فسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم. شفت كل ده تمام؟ السلام عليكم والسلام عليكم يا شباب، اشوفكم على خير. سلام.